بهاراته حلوة. عندكم الذرة، كوسة، جزر، ثوم، صدور دجاج، زبدة، كريمة الطبخ بس راح نستخدم شوية يعني آخر الطبخة بس، وحليب بودرة وشوفان. نذوب نص زبدة، نضيف الثوم، طبعا الدجاج حمسته مع فلفل أسود وملح وبهارات بيضة وبديل الماجي. نشفت موية الدجاج، نضيف الموية المغلية. بسم الله. هنا بدأ يغلي، نضيف كوبين من الشوفان، نضيف الجزر، نخليه 10 دقايق، بعدين نضيف الكوسة والذرة. بعد مرور 10 دقايق نضيف الحين الكوسة. طبعا كل شوية تحتاجون موية زيادة مغلية تزيدوا، اوكي، عشان يستوي الشوفان اسرع. الحين بضيف الذرة، خليهم مع بعض يطبخون. اوكي، بعدين بعد شوية بحط الحليب بودرة، كذا كوب حليب بودرة مذوبته بموية، يعني تقريبا بعد مرور 10 دقائق أو أقل. الحين نضيف حليب البودرة اللي ذوبناه مع الموية. نضيف الحين كريمة الطبخ، تقريبا يعني يعني كوب أو نص كوب. يلا كذا صارت شوربة جاهزة. الله الله الريحة، لا تشمونها، تبل، قوام ممتاز. يا سلام. ما ذوق الملح إذا تحتاجون ملح زيادة. وبالعافية يا رب علينا وعليكم هالشوربة اللذيذة. يا سلام، احفظوها رمضان إن شاء الله، والكمية هذه ما شاء الله كبيرة، تكفي لكم يومين إن شاء الله.